النهارده معانا دكتور سامر حنا، اخصائي جراحه العظام وتغيير المفاصل بمستشفى برامتون كندا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكم. اهلا يا دكتور، منورنا. اهلا، ربنا يخليكي، ميرسي خالص. دكتور، في الاول كنا عايزين نعرف ايه هي خشونه المفاصل؟ خشونة المفاصل معناها الأول مفصل اللي هو التقاء أي عظمتين ببعض، يعني أي عظمتين بيلتقوا ببعض بيعملوا حاجة اسمها مفصل. المفصل ده بيبقى متغطي بغشاء ناعم اسمه الكارتليج أو الغضروف، لأن الغضروف ده عبارة عن غشاء ناعم بيتاكل مع الوقت. فمع الوقت بيحصل تآكل في هذا الغضروف فبيبدأ العظم يحتك ببعضه، فهو ده تعريف الخشونة أو خشونة المفاصل. بتحصل اكتر في المفاصل بتاعه الركبه والفخذ، لان دي اكتر مفاصل بيبقى عليها ضغط والواحد بيمشي. لما الواحد بيحط رجله على الارض الوزن بتاعه كله بيتكون في او بيتركز في المفصلين دول، عشان كده بيبقوا اكتر مفصلين في الجسم بيحصل فيهم تآكل. لكن طبعا اي مفصل في الجسم ممكن يحصل فيه الخشونه ده. بس هو ده المتعارف عليه، يعني عمري ما شفت حد عنده خشونه في دراعه مثلا، ولا في؟ لا، في بيبقى خشونه بتيجي في الكتف وبتيجي في مفصل القلبو اللي هو الكوع ومفصل الريست، وبيحصل فيه تغيير مفاصل، بس مش كومن قوي زي الركب والفخذ. عشان بتبقى عشان الوزن، عشان الجسم الانسان كله بيتحمل على المفصلين دول اكتر حاجه وهو بيمشي. طب ايه اعراضهم؟ يعني ازاي اعرف بقى ان انا عندي المشكله دي؟ بتبتدي الاول اعراض الخشونه بيبقى فيه تيبس. الواحد لما بيصحى الصبح بيحس انه رجليه متيبسه. دي اول عرض خالص، ستيفنس يعني. مش عارف يتحرك. يعني بيقعد مده عشان يبدا يحرك رجليه. بعد كده بمرحله اكتر بيبقى فيه الم، وبعد كده الحركه في المفصل نفسها بتقل، بيبدا بيحصل حاجه اسمها بقى ستيفنس، والبيقل الرينج اوف موشن اللي هو مدار الحركه بتاع المفصل بيقل. ما يقدرش يمد، ما يقدرش يتني رجله، ما يقدرش مثلا ان هو يحط رجل على رجل، يلبس الشراب، يقدر ان ما يقدرش مثلا ان هو يركع عشان يصلي، بيبقى فيها الم وصعوبه في الحركه يعني. الطقطقه اللي بتبقى في الركب ديت تبع الخشونه بقى جزء منها بيبقى احتكاك بين العظم، الواحد بيسمع طقطقه في الركبه. يس. ايه، طب بنعالجها ازاي بقى؟ يعني هل على طول بنخش في ان احنا نعمل عمليه، ولا لازم في طرق او في طرق الاول نعالجها بيها؟ الاول قبل العلاج بقى فيه التشخيص. التشخيص بيجي العيان بيقول انه عنده الم وعنده ستيفنس، يعني تيبس في المفصل. بنبدا الاول بنعمل اكس رايز، يعني اشعه عاديه، والدكتور المتخصص بيقدر يعرف من الاشعه اذا كان في خشونه ولا لا. الخشونه بيبقى ليها درجات، فيها درجه بيبقى ممكن درجه قليله او درجه متقدمه حسب درجه الخشونه او خشونه المفصل. بنبدا نحدد العلاج كمان حسب اعراض العيان، لو الم محتمل، الم بسيط، ولا الم يعني قوي مش قادر انه يتعايش معاه. كمان في حاجه اسمها الكواليتي اوف لايف، يعني هو ازاي الخشونه دي مأثره على حياته. هل مثلا ألم مثلا قليل بياخد له قرص مثلا مسكن مرة في الشهر والموضوع بيخلص على كده، ولا بيبقى ألم مستمر بيأفكت الكواليتي اوف لايف بتاعته؟ مش قادر يروح الشغل، مش قادر ياخد مثلا، ده بيوصل مش قادر يقوم من على السرير، او بيوصل بيجي على كرسي متحرك، او بيمشي بعصايه او كده. دي بتبقى مرحلة متقدمة، دي بقى محتاجة تدخل. هل كل الخشونة بتحصل في سن معين؟ عشان احنا بنحس ان اكتر ناس بتروح هم كبار السن. مش شرط. هو طبعا السن الكبير بيكون الخشونة الريت بتاعها أعلى، لأنه بيكون نسبة التآكل أكتر. لكن بتحصل كمان في السن الصغير حسب سبب الخشونة. ممكن برضو نتكلم في أسباب الخشونة. بتبقى في أسباب أولية وأسباب ثانوية. أسباب الأولية اللي هو بتبقى واحد حاجة بيسموها genetic predisposition، اللي هو بيبقى الانسان بيبقى عرضه ان يحصل له خشونه في اي وقت من جسمه، حاجات في الجينات بتاعته يعني. في اسباب بتبقى فاميليال، يعني بيسموها ترانزن فاميليز، يعني بيبقى يجي واحد صغير يقول مثلا ان والده او والدته غير المفصل في سن صغير، فبتحصل كتير في الفاميليز يعني. لكن بتبقى اكتر في السن الكبير حسب برضه سببها. لو في سببها مثلا اصابات او عمليات او اعوجاج في العظم وكده، ممكن تحصل في سن صغير. هل في طريقه ان احنا نبريفنت ان احنا ما يحصل لناش واحنا صغيرين، مثلا نقول اعمل حاجات معينه بحيث ان ما يحصليش كده لما اكبر؟ هي ما فيش حاجه بتمنع الخشونه، لان ما فيش حاجه بتمنع التقدم في السن.
لكن في بعض الحاجات انا ممكن اعملها احافظ على نفسي عشان اقلل نسبه حدوث الخشونه، زي مثلا الحفاظ على الوزن، الرياضه المستمره بتقوي العضلات فبالتالي بتريح المفاصل شويه. لو في مثلا الحوادث والحاجات دي لازم لو في عمليات يبقى لازم عمليات تعمل كويس عشان تمنع خشونه المفصل يعني. لكن ما فيش حاجه دواء معين او حاجه معينه بتمنع حدوث الخشونه في المستقبل يعني. هي انواع العلاج يعني هي ايه؟ هل هو لازم عمليه ولا في حاجه لا مش شرط، زي ما قلت لحضرتك علاج الانواع العلاج حسب درجه الخشونه، لو كانت مايلد ولا كانت بسيطه ولا متقدمه. كذلك برضو حسب العيان ازاي ان هو متاثر بنسبه الخشونه بتاعته ديت. ممكن بنبتدي بعلاج بيسموها الموديفيكيشن اوف لايف ستايل، يعني بيغير العيان رتم حياته على اساس انه يقدر يتفاعل او يتاقلم مع نسبه الاعاقه اللي عنده. انه يبدا يخس، انه يبدا يلعب رياضه، انه الحركات اللي بتتعبه يبطلها. لو عيان مثلا بيلعب كوره او بيلعب رياضه عنيفه ممكن يبطلها عشان ما تتعبوش اكتر يعني. في بعض الادويه اللي هي الحاجات الانتي انفلاماتوريز، ممكن بعض الكريمات، في بعض الحقن. كل الحاجات دي بتعالج، هي ما بتعالجش بس بتحافظ على بتاثر على السيمتومز، يعني بتخليه الالم بتاعه بيقل شويه، لكن ما بتعالجوش يعني. وانس انه في دامج حصل في الجوينت ما بيتعالجش. وهل الحقن الكورتيزون هي بتتاخد في المفصل، فممكن تتاخد في الركب، ممكن كمان تتاخد في الهيبس؟ تمام، هي في كذا حقنه، في حقن الكورتيزون، في حقن الجل اللي هي بتبقى بيسموها الهيالورونيك اسيد، وفي حاجات البي ار بي. فدي انواع الحقن اللي موجوده يعني اللي ممكن تساعد في الالم وفي السيمتوم شويه، لكن برضه ما بتعالجش الخشونه. تمام. دكتور، التحضير للعمليه هل ده بيكون واحد يعني هل العملية بيبقى ليها تحضير معين كده زي بروتوكول بيتعمل ثابت ولا تمام. هو طبعا اهم حاجة الديسيجن ان احنا نعمل العملية. زي ما قلت لحضرتك بنختار الدكتور المتخصص في هذا المجال، بنتفق انه هنعمل عملية سواء تغيير مفصل، لو قصدي حضرتك تغيير مفصل يعني. بيبقى قبلها طبعا العملية بتقعد حوالي بنحتاجها بعد كده من 3 ل 6 شهور اون افريج عشان الفول ريكفري. هي العمليه نفسها بتاخد ساعه، لكن ما بعد العمليه هو ده اللي محتاج شغل يعني، خصوصا العلاج الطبيعي وكده يعني. بس ايش حضرتك كمان العيان اللي هيعمل العمليه ده لو في سن صغيره وبيشتغل لازم برضه محتاج انه ياخد وقته عشان يستعد، لانه بيحصل طبعا افكت على الفاينانسز بتاعته وكده. لازم بياخد اجازه من شغله، بيعمل ديسابيليتي انشورنس، بياخد اجازه and so on يعني. بعد العمليه العيان يتوقع ان هو يرجع لحياته زي ما كانت، ولا في ريستريكشنز معينه ما ينفعش يعملها؟ هو قبل العمليه لازم العيان يتكلم مع الدكتور عشان الدكتور يعرف ايه الاكسبكتيشنز او العيان متوقع ايه من العمليه. هل العمليه دي عشان الالم بتاعه يتحسن، ولا عشان يقدر ان هو يمارس مثلا رياضات معينه، عشان برضه يبقى في حاجه اسمها رياليستيك اكسبكتيشنز. يعني العيان ما يتوقعش انه مثلا هيعمل مثلا يتزحلق على الثلج، لانه في حاجات بنقول له ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه ده مفصل صناعي، ممكن يتكسر، ممكن يتخلع، ممكن يحصل فيه مشاكل. هي يعني العمليه بيبقى غالبا عشان الالم يقل، ممكن ما يبقاش صفر لكن ممكن يكون في الم، بس لو الالم قل مثلا من 8 ل 2 بيبقى يعني محتمل. ولازم العيان بيبقى عارف كده من الاول عشان العيان ما يرجعش يقول للدكتور ده انا لسه في الم او الالم لسه ما خفش او كده يعني. الحاجه الثانيه بتبقى الكواليتي اوف لايف بتاعت العيان، يعني يقدر انه يروح الشغل، بس ايه نوع الشغل اللي بيعمله؟ هل بيقعد على مثلا مكتب ولا بيعمل حاجه اجريسيف زي كونستراكشن او كده؟ ففي حاجات بقول العيان مش هينفع تعملها زي الرياضات العنيفه مثلا، او الشغل اللي بيكون فيه بيبقى شاق او شيل او واقف على رجله 12 ساعه في اليوم. ممكن يتألم. في بعض الناس بترجع، في بعض الناس ما بتقدرش ترجع لكده يعني. كمان نوع الرياضه اللي العيان بيحبها، مثلا في لو بيعمل الرياضه العنيفه زي التزحلق على الثلج او الهوكي او الحاجات دي، انا بنصحهم ما يعملوش لانه هيبقى صعب وخطر يعني. في بعض الناس عملت العمليات دي ورجعت للكومبيتيشنز ثانيه، في لعيبه تنس ولعيبه هوكي وكده وخدوا بطولات وكده، بس دي بتبقى حالات قليله قوي يعني. اللي بيعملوا تغيير مفصل بيبقى صعب قوي ان يعملوا كده يعني. لكن معظم الوقت بيبقى تحسين الكواليتي اوف لايف وللالم. طب الريكفري بقى بياخد وقت قد ايه؟
انا عارفه الاجابه دي on average ايوه بيبقى on average من 3 ل6 شهور. في ناس بتاخد معاها اطول، في ناس بتاخد معاها up to 2 سنين، وفي ناس بتريكفر really early بعد اسبوعين بيبدا ان هو يسوق وكده. لكن الافريج من 3 ل6 شهور لسبب بسيط جدا، ان دوت بيبقى يعني امبلانت غريب في الجسم، فعشان الجسم ان يتعود ان يمشي بيه وكده بتاخد مده. صح. وبعد العمليه بيبقى الخروج من المستشفى بعد قد ايه؟ يعني بيقعد في قد ايه في المستشفى؟ دلوقتي معظم الالعاب بتتعمل في نفس اليوم، بيطلعوا في نفس اليوم. في بعض الناس اللي هو كبار في السن قوي ما يقدرش يمشي على طول، ده ممكن بيقعد في اليوم او 2. كان زمان العيان ممكن يقعد اسبوع و2، دلوقتي الغالبيه بيطلعوا في نفس احنا اليوم. منبهرين بالحكايه دي أيوة. على فكره. لا هو العيان فعلا بيطلع في نفس اليوم، أيوة. الا لو عنده سبب مثلا طبي او كده، عنده حاجه مشكله في القلب لازم يبقى اندر اوبزرفيشن كده كام يوم، لكن معظم الناس بتطلع في نفس اليوم. حلو قوي. هل العمليات دي يا دكتور بتكون متغطيه من التامين الصحي؟ اللي هو بيكفر العمليه وبيكفر جلسات معينه من الفيزيو بعد كده. الحاجه الوحيده اللي ممكن يدفعها العيان هو الدواء اللي بياخده زي المسكنات وكده بيشتريها، ولو محتاج يعمل برايفت فيزيو بعد كده بيروح لبرايفت بليس، بيبقى حسب رغبه العيان يعني. لو برضه العيان يحتاج اوضه برايفت في المستشفى، دي برضه حاجه هو بيتكلفها. لكن العمليه نفسها التكلفه بتاعتها بيكفر كل حاجه. طب والريهاب هل بيحتاجوا ريهاب بعد كده؟ ده كفرد ولا لا؟ الريهاب يبقى دلوقتي الحكومه بتدي 10 جلسات تقريبا لكل عيان، بيعلموه فيها كل حاجه، ازاي يتحرك ويطلع السلم وكده. ولو لقوا انه محتاج تاني هو بقى لازم يلاقي برايفت فيزيو، بيروح يدفع العلاج الطبيعي يعني. حلو. ازاي نحافظ على نتيجه العمليه؟ صحة المفصل قصدك؟ زي ما بقول دايما الواحد بعد كده يحافظ على الوزن بتاعه، يبقى عارف ايه الحركات اللي ممكن يقدر يعملها او ما يقدرش يعملها، يبعد عن الرياضات العنيفة. الصحة العامة اللي هو لو عنده ضغط أو سكر أو كده، لأنه لو جاله التهابات أو جاله مشاكل ممكن تأثر على المفصل، لو جاله انفكشن مثلا أو كده، لو وقع وجاله كسر حوالين المفصل ممكن يبقى لوس، بينفصل عن العظم، فبنضطر إن احنا نعمل العملية تاني. فدايما العيان اللي عنده مفصل صناعي بيبقى لازم يبقى أوير إن هو مش أي حاجة يعملها، حتى لو بيلعب رياضة يفهم الناس اللي حواليه إنه أنا مش يعني انا عندي مفصل صناعي فبروح عليا، ما يبقاش فيه الكونتاكت عالي قوي. طب هل في حاليا اي تكنولوجيز جديده في العمليات او في حاجات جديده جت في كندا دلوقتي بنستخدمها؟ تمام. دلوقتي احنا بنعمل معظم العمليات بالروبوت، حاجه اسمها الروزا، وده بيبقى زي كمبيوترايزد ماشين معانا في العمليات، بيحسن من البوزيشننج بتاعت الامبلانتس، بيخلي العمليه الاكيورسي بتاعتها ريت اعلى شويه. فدي برضو حاجه جديده بقى لها شويه في نورث امريكا، يعني ابتدينا دخلناها في كندا من كام سنه. عمليه زي مثلا الهيب، بقينا نفتح من الفرونت مش من الجنب، فدي بتبقى بتسرع الريهاب شويه. بنعمل حاجه اسمها دلوقتي الانتليجوينت، او زي بيبقى زي نافيجيشن، حاجه زي الروبوت برضه بنستخدمه في الهيب. فكل دي حاجات تقنيات حديثه بنستخدمها في العمليه، بتساعد على الاكيورسي بتاعت العمليه وبتزود نسبه نجاحها يعني. في حاجات تانية دلوقتي في امريكا لسه ما دخلتش كندا، انه بعض المفاصل بيبقى فيها زي تشيبس معينه او زي شريحه معينه بتتوصل لاب مع السيرجن، فيقدر الجراح وهو قاعد في مكتبه يبقى عارف معلومات عن هذا العيان in terms of الصحه بتاعه المفصل، الحركه بتاعه العيان، هل المفصل فيه مشاكل. كل دي حاجات طالعه جديد. العيان مشي كام كيلو؟ يقدر يقول العيان مشي كام كيلو كده. دلوقتي معظم الشركات اللي بتنتج الاجهزه اللي احنا بنستخدمها ديت بتشتغل مع شركات الاي اي، وبيقدروا يطلعوا الابز والحاجات دي، وفي حاجات كتير قوي لسه طالعه جديد ان شاء الله نسمع عنها قريب يعني، وكلها بتنفع العيانين. لسه ما جاتش كندا دي لسه مش في كندا، لسه مش في كندا. على بال ما نطلع احنا ونحتاج مفاصل تكونوا جبتوها بقى. انتظرونا. يمكن مش في حياتنا، يمكن بعد كده، بس it's coming very soon يعني. طب دكتور، هي نوع المفصل بيبقى واحد؟ يعني المفصل الصناعي ده هل بيبقى واحد بس ولا في كذا نوع فيه؟ في انواع معينه من المفاصل او انواع مختلفه حسب احتياج العيان وحسب
برضه خبره الدكتور وحسب الدكتور ما شايف ايه اكتر حاجه تنفع المفصل، كنوع الماتيريال او كان الديزاين بتاع المفصل نفسه. يعني ليه علاقه بالسن مثلا؟ يعني الدكتور بيحدد بناء على السن ده، بناء بيبقى عن أحسن؟ السن، بناء عن الاحتياج العيان للنوع المفصل، لانه كل مفصل لو في ديفورميتي معينه محتاجه مفصل معين. بيبقى برضه حسب خبره الدكتور وحسب رؤيته ان هو العيان محتاج ايه نوع المفصل. كمان في حاجه اسمها تغيير كلي او تغيير جزئي للمفصل، سواء في الهيب او في الني. ممكن العيان بيعمل حاجه اسمها partial replacement، يعني تغيير جزئي. لو الدكتور شايف انه في جزء بس معين من المفصل عايز يتغير، مش المفصل كله. انا سمعت ان البارشل اصعب تكنيكالي اصعب، لانه هو بيشتغل باجزاء صغيره، مفيش روم فور ايرور، يعني بتبقى تكنيكالي مور اصعب تشالنجينج. للدكتور انه يعني في العمليه هي بتبقى تكنيكالي مور تشالنجينج، عشان لكن كانه هي بيرمم اسهل الهيب نفسه يعني. فاهم؟ كانه نوع من انواع ترميم الهيب هو الطبيعي بيحافظ على معظم المفصل، بس بيغير المفصل. الجزء بس اللي هو انفولفد. طب دكتور، بالنسبه للمفصل بقى بعد ما نحط المفصل الصناعي وكده، هل ده بقى بيكمل معانا العمر كله ولا هل في ليه هنعيش قد ايه؟ حسب هنعيش قد ايه. هو الافريج المفصل دلوقتي بيعيش من 20 ل 30 سنه، حسب برضه كتر الاستعمال بالظبط. لو العيان بيعمل حاجات اجريسيف وكده او استعمال طبيب. فهو الافريج من 20 ل 30 سنه. لو لو جاله حصل كسر او حصل انفكشن او حاجه، لازم المفصل بيتشال بدري. لكن لو المفصل ابتدى بعد 20 او 30 سنه ابتدى انه يفشل او يحصل فيه مشاكل، ممكن العمليه تتعمل تاني، مفيش اي مشاكل يعني. تبقى مور كومبليكيتد طبعا، بس دوبل انها تتعمل تاني يعني. هل في سن معين ما ينفعش يعمل العمليه؟ يعني مثلا let's say 80 مثلا 80 سنه، يعني في سن معين نقول له لا مش العمليه دي مش ليك؟ هو يفضل ان العمليه عموما تتعمل في سن كبير، علشان لما بيتعمل في سن صغير بيحتاج انه يتغير كذا مره في عمره يعني. لكن احنا بنمشي بحسب احتياج العيان، ما ينفعش عيان صغير اقول له استنى 30 سنه واعملها بعد 30 سنه. هو حسب احتياجه. لو واحد صغير مثلا عنده حاجه و20 سنه والمفصل بتاعه بايظ، بيضطر يغيره يعني. علشان هو كمان يقدر يمارس حياته الطبيعيه ويعيش حياته عادي يعني. لكن احنا ما بنقولش لحد ما فيش عمليه، ما بنقولش لحد انت كبير على العمليه، لانه بنمشي حسب الفانكشن بتاع العيان. لو واحد كبير في السن وحالته الصحيه تسمح انه يمشي حتى كويس. لو عنده 90، وفي ناس عملتها 90 و100 سنه وعايشين بيه كويس بجد؟ يعني. طب حضرتك ذكرت انفكشن في المفصل، هل ده هيبان على طول بعد العمليه لو في انفكشن، ولا ممكن مثلا بعد سنين يحصل انفكشن؟ هو الانفكشن ممكن يحصل في اي وقت. ممكن يحصل على طول بعد العمليه لو في حصل تلوث او حاجه، وممكن يحصل بعد سنين لو واحد جاله مثلا انفكشن في حته تانية وحصل مثلا ان البكتيريا مشيت في الدم وراحت للمفصل، بيحصل فيه انفكشن. في كلتا الحالتين علاجها بيبقى لو بنكتشفه بدري ممكن بس بنغسل المفصل، بنعمل حاجه اسمها واش اوت، مش محتاجين نغير المفصل كله. ده عمليه يعني؟ عملية تانية سواء بتعمل بمنظار او بيتعمل بفتح. ممكن نغير جزء من المفصل او المفصل كله، حسب برضو الحده او المشكله اللي حاصله من الانفكشن. وممكن الغسيل ده بس يبقى تمام، يبقى ممكن لو اتلقط على طول او اكتشف على طول. طب ازاي بقى نقدر نكتشفه؟ يعني الاعراض بيبقى الم كبير يعني. بيصحي ممكن عيان من النوم، ألم ما كانش موجود قبل كده، يعني عيان عمل عملية وخف وما بقاش عنده أي أعراض، وبعد سنتين يرجع يبتدي يحصل له ألم تاني. ممكن في بعض الحاجات بنشوفها بالالتراساوند أو بالأكس رايز، بيكون في فلويد حوالين المفصل، أو المفصل ابتدى يحصل لوسننج، يعني ابتدى يفك من العظم يعني. في ورم مثلا، ورم ممكن العيان بيورم، الدكتور بيحط ابره ولو في صديد او في صديد طالع من المفصل، كل ده بيبقى انديكيشن ان في انفكشن. لكن هو ليه علاج وليه حل. ليه حل بالظبط. ميرسي خالص يا دكتور على وقتك النهارده وكل المعلومات القيمه اللي انت قلتها لنا. العفو، ميرسي جدا، واي هوب انه الاجواء بتاعتي تنفعكم وتنفع العيانين يعني. ميرسي، نورتنا. نورتنا. شكرا خالص. ميرسي.